كلنا عدى علينا ايام كنا مخنوقين فيها جدا من غير سبب واضح، ومن اهم الحاجات اللي بنسمعها دايما انت عندك طاقة سلبية. يعني ايه اصلا طاقة سلبية؟ وهل اصلا في حاجة اسمها طاقة سلبية، ولا ده مجرد كلام توارثناه من اللي حوالينا او بنسمعه كتير على السوشيال ميديا وخلاص وبقى جزء من حياتنا وكلمة دايما بتتقال لنا بدون سبب واضح؟ الحلقة دي هنتكلم بالدين والمنطق والعلم، وهل فعلا ممكن نطردها زي ما بيتقال، ولا مفيش اي حاجة من الحاجات دي ممكن تحصل؟ اول مفاجأة احب اقولها لكم في الحلقة دي ان اصلا في علم النفس مفيش حاجة اسمها طاقة سلبية، ولكن في حاجات قريبة من كده شوية زي الأفكار السلبية نيجاتيف ثوتس أو المشاعر السلبية نيجاتيف ايموشنز. دكتور أرون في كتاب من كتبه قال لنا إن الإنسان لما بيفكر في أفكار سوداوية زي إن أنا فاشل، أنا سيء، أنا وأنا وأنا، ده بيأثر على الجسم نفسه، إن الضغط يعلى، النوم يتلخبط، وجسمك يضعف. يعني فعلا التفكير السلبي بيأثر على حياتك. العلم بيأكد فعلا ان الطاقة السلبية او الشعور السلبي هو تفكير حقيقي، بس ده مش معناه ان في حواليك هالة سودة وناس نظرة وحاجات زي كده كتير احنا بنسمعها طول الوقت. ده كلام العلم، ان العلم بيأكد لنا ان في منظومة متكاملة بين النفس والجسم والعقل. تعالوا نتكلم كده من ناحية القرآن. الإسلام وضح الكلام ده قبل ما العلم يقول عليه ان هي طاقة، في قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني باختصار الطمأنينة مش محتاجة جلسات تأمل وخروج من اللي انت فيه ومحاولات مش عارفة ايه وكلام الى اخره. ببساطة الطمأنينة بتتكون في قربك من ربنا وبذكرك ليه طول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. الحديث اللي يبان بسيط ده فعلا بينقل لنا ان الطاقة بتتنقل من فرد للتاني لما بس تديله مشاعر حب، مشاعر احتواء، مشاعر انك مبسوط ان انت شفته. ده بيحسن من يومه ومن يومك. فالدين ما انكرش المشاعر السلبية او الطاقة السلبية او الى اخره، ولكن قال لنا بشكل واضح انه كل ده متعلق بقلبك. لو قلبك نظيف ومتحلي بذكر الله هيطلع طاقة حلوة طول الوقت، لو لأ مش هيطلع اي حاجه وهتبقى ضلمه. خلينا نتكلم بوضوح شويه ان فعلا السوشيال ميديا بقت اكبر مولد للطاقه السلبيه في حياتنا. ليه؟ لان احنا بنفتح انستجرام ريل، نعمل سكرول على الريل بتاعته او فيديوز او ايا كان على كل مواقع السوشيال ميديا، بنشوف بيوت ضخمتين جدا، ناس بتلبس لبس غالي قوي، ناس عايشه حياه مرفهه جدا وكأن ما عندهمش اي مشاكل. وده بيولد في عقلنا سواء اراديا او غير اراديا مقارنات واضحه طول الوقت. تلقائيا بنقارن حياتنا، شغلنا، اولادنا، نفسيتنا، افكارنا، لبسنا. تلقائيا بنحس ان احنا اقل. دكتور جوناثان، استاذ دكتور الطب النفسي في جامعه نيويورك، كتب في احد من كتبه ان السوشيال ميديا لها تاثير كبير جدا السلب على نفسيتنا، وهي معدل كبير جدا من اسباب القلق والاكتئاب والزعل المبالغ فيه والشعور السلبي من غير اي سبب واضح، وخاصة ما بين البنات اكتر من الشباب بسبب المقارنات اللي بنحط فيها نفسنا طول الوقت. يعني السوشيال ميديا مش بتخلق الطاقة السلبية لوحدها، لكن كمان بتغذيها وبتجبرها جوانا. عشان كده لازم من وقت للتاني نعمل فصل كده، نفصل تليفوننا شوية، نقعد يوم او يومين نعيش مع الواقع، مش ورا فيديوز نسكرول فيها، ونعرف ان السعادة الحقيقية موجودة كل بيت فينا. نبعد خالص عن المقارنات حتى لو عقلنا اللي بيعملها من غير ما نحس، لان اوقات كتيرة جدا احنا ما بنقارنش بشكل واضح بس عقلنا بيقارن. ادخلنا في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. فملامستك للواقع هي الحل المثالي لمواضيع مقارنات السوشيال ميديا. وهنا انا بخص البنات بجزء اكبر من الشباب، لان ده بيحصل عندهم بشكل اكبر بسبب الدراسات اللي عملوها في علم النفس عن الموضوع ده. في هرمون اسمه الكورتيزول، الهرمون ده هو هرمون التوتر. بيحصل فيه خلل كده لما بنتأثر او نتوتر او نقلق او نزعل او فلما بيحصل حاجة من الحاجات دي بالتالي ده بيأثر على القلب والمناعة والهضم.
الدكتور روبرت وهو أستاذ علم الأحياء في جامعة ستانفورد قال في كتاب من كتبه إن الضغط النفسي المستمر هو السبب الحقيقي في أغلب الأمراض المزمنة. يعني باختصار لما تسيب المشاعر السلبية تفضل تتملك منك، مش بس نفسيتك اللي بتتعب، كمان جسمك بيتعب. طيب ازاي اتعامل مع الطاقة السلبية؟ أول حاجة لازم تعترف بيها، ما تقمعش احساسك بس كمان ما تستسلمش ليه. تاني حاجة تعملها انك تبدل البيئة، تنظف مكانك، تفتح الشباك، تشوف النور، تغير طاقتك، تنزل تشوف حاجات جديدة، بس تلحق الموضوع اول باول، ما تستسلمش وبعدين تبدأ متأخر وتقول ايه ده الحاجات دي ما بتأثرش ليه. تالت واهم حاجة ممكن تعملها الصلاة. الصلاة مش بس عبادة، دي بترتب مخك وافكاره وبتنمي روحك وبتبعد عنك التوتر. ده مثبت في دراسات كتيرة جدا بتتكلم على اهمية او تأثير السجود والذكر على الجهاز العصبي. رابع حاجة ممكن اتكلم فيها وهي يمكن اهم حاجة بعد الصلاة، ركز على الناس اللي حواليك، شوف مين بيديك طاقة سلبية ومين بياخدها منك، لأن في حد بيديك طاقة وفي حد بيسحب منك طاقة. طبعا الحياة فيها خد وهات، لكن اللي بيسحب منك طول الوقت من غير ما يديك أي حاجة يا ريت تبدله. وافتكر دايما قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني اختار دايما اللي يقربك من النور مش من العتمة. في الختام أحب أقول لكم إن الطاقة السلبية مش خرافة، ولا هي نتيجة لسحر وأعمال ونظرات ناس واكتئاب مبالغ فيه وكلام كده كتير بنسمعه طول الوقت، ولا زي ما بعض الناس بتقول إن في حاجات حواليك هي اللي بتحسسك الطاقة السلبية، أو طاقة أنت بتستمدها من الهواء، من مش عارفة إيه، كلام كتير قوي بيتسمع. ولا كل أي حاجة من الحاجات دي هي حقيقة فعلا، بس بتحصل بسبب توترك انت، بسبب قلقك انت، بسبب مشكله معاك انت، بسبب تغيرك انت، استسلامك انت، حاجات ليها علاقه بيك انت. ويمكن اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، انا مش عارفه هنزل الحلقه اللي فاتت قبل دي ولا اللي بعد دي، بس اذا ما لقيتوش حلقه منزلاها قبل دي عن السعي يبقى هنزلها بعد دي على طول. كنا بنتكلم عن السعي بطريقه ممتعه جدا، فاعتقد ان السعي من الحاجات اللي هتاثر كتير قوي او هتعالج عندكم موضوع الطاقه السلبيه والتغيير. فممكن تروحوا تشوفوا الحلقه لو احنا نزلناها، لو ما نزلناش ف يعني المونتير يا جماعه قولوا له ينزل الحلقه بعد دي على طول وما يتاخرش عليكم، قولوا له كده في الكومنت ماشي. ولازم طبعا اقول لكم ان الطاقه السلبيه هي نتيجه طبيعيه لتراكم الافكار والمشاعر جوانا. الدين علمنا ازاي ننظف قلوبنا، والعلم فهمنا ازاي نفهم نفسنا. خد بالك من اللي بتشوفه وبتسمعه وبتفكر فيه ومن الناس اللي حواليك، وافتكر دايما الا بذكر الله تطمئن القلوب. وبس كده تكون انتهت حلقه النهارده. وقبل ما ننهيها قولوا لي طبعا في الكومنت اذا الحلقه دي فادتكم ولا لا، وهل نكمل بحاجات زي دي ولا لا. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب عشان انا بجد بدات احبط بشكل رهيب. احنا هنخلص موضوع 200,000 ده امتى؟ احنا بقالنا سنتين 200,000 يا جماعه، بفكر ما اصورش اصلا. ف ممكن نوصل 300 بعد اذنكم، عشان احنا يعني وصلنا في سنه 200,000 وبعدين معرفش ايه اللي حصل. وبس مستنيه كل الكومنتس منكم، ومع السلامه.